طول ما انت عايش في حياتك اعرف ان انت مطالب منك حاجة واحدة بس، السعي مش اكتر. وملكش دعوة بخطط ترتيب ربنا ليك او الخطط اللي ربنا رسمها لك، عشان صدقني لو عرفتها في الوقت الحالي مش هتنتج الانتاج اللي انت بتنتجه، وهتنبهر من جمال الخطة ومن عظمة الخطة وازاي انت هتبقى الشخص ده. فالموضوع هيبقى بالنسبة لعقلك مش قادر يستوعبه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت مثلا لو دلوقتي شغال في وظيفة تاخد منها مرتب ضعيف جدا جدا جدا، بس بتنتج فيها كبير جدا، وعمال كل يوم تكتسب خبرات جديده، ما تقولش لا انا هسيب الشغل وهفضل قاعد على عطلاجي احسن من ان اخد المرتب القليل ده. لان انت ما تعرفش الخبره اللي انت بتاخدها ديت مقابل فلوس قليل طبعا، بس الخبره اللي انت بتاخدها ديت في المستقبل هتساعدك في ايه. ويعرفوا حاجه واحده مهمه جدا، وهي ان اي حاجه في الدنيا انت اتعلمتها عرفت بتتعمل ازاي، الحاجه ديت حتما ولا بد واكيد هتفيدك في حياتك في يوم من الايام، تحت اي وقت بقى، تحت اي ظروف، او على الاقل بقى عندك علم بيها في حياتك. فانا مثلا جبت لك حياتك ديت وخليتها لك كورقه، قلت لك بص انت دلوقتي مثلا تشتغل ب50 جنيه في الشهر، مش في اليوم، في الشهر. بس بعد كده الخبره اللي هتاخدها ديت هتخليك بعد كده تكسب 50,000 دولار في الساعه الواحده. هتقول لي لا ازاي ده انا مش هشتغل بال50 جنيه. هقول لك لما انت هتوصل ل50,000 دولار في الساعه هتقول لي خلاص ماشي انا هعمل كده. طب ما انا عشان عرفتك اللي هيحصل بعد كده فانت عملت، فلما عرفت النتيجة قلت خلاص مش مشكلة انا هشتغل. فده اللي انا عايزك تعرفه، مالكش دعوة بخطط ربنا، وتأكد ان هي الاجمل والاحسن والافضل على الاطلاق لحياتك. وبس كده، سلام.